احنا معانا النهارده القلاية سوكاني 5 لتر ديجيتال 1500 واط. عندي من زمان بس ما اتكلمناش عنها خالص. هنقول لكم عنها ريفيو دلوقتي ونعمل انبوكسنج مع بعض. طبعا فيها كتالوج زي اي قلاية ومعاها شهادة ضمان، طبعا معاها شهادة كمان غير دي، معاها شهادة كمان بتاعة الوكيل. تمام. دي القلاية دي عملية قوي وجميلة وشيك، شبه فيليبس على فكرة. وشبه اسمها ايه، بسم الله، هي كمان تكفي 4 افراد. انا مش مجمعه دلوقتي هي شبه ايه تاني، بقول لكم تكفي 4 افراد. هطلع من الكرتونه اهي شكلها. الاطار ده شكله شيك جدا. نفتحها مع بعض. هي القلاية تكفي، قلنا تكفي 4 افراد او 5 كمان. بتاخد فرخه، تاخد برضو، هنشوف السله بتاعتها مع بعض دلوقتي تاخد قد ايه. ثواني ثواني، بسم الله. تاخد كيلو بطاطس على فكرة، واسعة، ومن جواها في سلة. احنا بنشيل الغطا ده، ثواني، بنشيل الغطا ده كده وبندوس كده، السلة بتطلع من الدرج. السلة بتطلع من الدرج زي ما احنا شايفين كده مع بعض. السلة هي علشان الناس اللي بتحب ان هي تشيل الاكل وتفضي، ما تشيلش في الدرج كله. وهنا ده للامان. وطبعا الحلة كلها بتدخل، ده كله بيدخل غسالة الاطباق عادي خالص. وسعي وصلها في الكهرباء. طبعا الحاجات دي القلايات عموما يفضل ان هي تشتغل على فيشة منفصلة، يعني ما نحبسش خالص ان هي تشتغل على مشترك. تمام. هي كده هي ادتنا نور اصفر. لما بندوس كده بيجيلنا البرنامج العادي. هندوس كده، جالنا البطاطس. اللي بعده جالنا لا سوري، ده البطاطس وده الجمبري، الكيك، الفراخ، اللحمة، السمك. اول واحد ده ما نشوف تاني ده بتاع ايه. ده بطاطس وعليها علامة دي، انا مش عارفة دي ايه. دي البطاطس الفروزن. ايوه دي البطاطس الجاهزة. ده برنامج ليها لوحده، ودي البرنامج البطاطس العادية. حلوة قوي على فكرة الموضوع ده. طبعا ده الستارت، المروحة هي شغالة، وده الستارت، وهنا بنقفل تاني. تمام. عايزين نزود في الوقت او نقلل، او عايزين نزود في الحرارة او نقلل. انا بس هدوس ستوب عشان خاطر ايه، اطمن ان السخان شغال، عشان بس ما يلسعناش. شغلهاش كتير، بسم الله. السخان لسعني. السخان بتاعها اهو من جوه، وفوقيه المروحه. انا مش هقدر احرك لكم المروحه هي لانها سخنه اصلا ومطلع صهد دلوقتي. قلاية شيك وجميله، وزي ما قلنا اتفقنا تنفع اسره من 4 ل5 افراد، وسعرها بسيط قوي عشان العيد. وعايزه اقول لكم ان انا ممكن اعمل لكم شحن مجاني داخل القاهره ان شاء الله، بس قبل ايام العيد يعني. كل سنه وانتم طيبين. ونسيت اقول لكم كمان، معلش، زيها برضو زي باقي القلايات هتلاقي كل البرامج من فوق هنا. بتعمل البطاطس زي ما قلنا من 20 ل 25 دقيقة، بس انا عايزة اقول لكم انها ما بتاخدش الوقت ده كله، يا اخرها 15 16 دقيقة. اللحمة في نفس الكلام على درجة حرارة 180. الجمبري، الكيك، الفراخ، اللحمة، السمك، دي ريش ودي لحمة. عايزه اقول كمان حاجه، ان مثلا مع التجربه انت بتعرفي البرامج اصلا، وبتعرفي ايه يعني الوقت ايه ليها. ففي حاجه كمان، يعني مثلا البطاطس عندي بقيت اعملها على برنامج بعملها، مش بعملها على البرنامج بتاع اللي هو 200 درجة على طول، لا بقيت اعملها الاول على درجة حرارة 170 10 دقايق، وبعدين بحطها 8 دقايق او 7 دقايق على درجة حرارة 200. بتبقى طرية قوي من جوه ومقرمشة او جميلة من بره بصراحة. واحدة واحدة تتعودوا على الاكل الصحي. بتعمل كل حاجة جميلة بصراحة. بتعمل السمك حلو قوي، مبياخدش 10 دقايق السمك بالظبط. 13 دقيقة لو السمكة كبيرة بتبقى جميلة. السمك السنجاري بشوي فيها سمك سنجاري بتبقى حلوة قوي. انما السمك البلطي او اي سمك مقفول بياخد 15 16 دقيقة.
بتعمل كل الاكل لذيذ جدا وحلو جدا، ويعني بجد بجد انتوا لازم تجيبوها عشان توفروا، مش بس عشان توفروا زيت، كمان بتحسي انك بقيتي خفيفه. يكفي انك بتشيلي طاسه الزيت بتاعتك كده من على البوتاجاز، او من انك تفضلي سايباها جوه الفرن عندك. لا بينضف لك الدنيا وبينضف لك الجو كده من الزيوت ومن كل حاجه. حقيقي تستاهل انها تكون عندك. ودي سعرها رخيص على فكره جدا، مش زي المساحات الاكبر. يعني الساعات كل ما الساعه بتزيد كل ما السعر بيغلى. فدي عمليه جدا عشان صغيره، وكمان عشان سعرها مناسب.